آية قرآنية ربما تكون الوحيدة القادرة على وصف هذه الجريمة البشعة، وكان ذلك بعد مقتل ونجلها خنقا بعزبة البرنس. لذلك كثفت قوات الشرطة من جهودها لكشف لغز الجريمة خلال 24 ساعة فقط. تعود تفاصيل الجريمة البشعة عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بلاغاً يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق من المدعوة فايزة، والتي تبلغ من العمر 55 عاماً، ربة منزل وتقيم بقرية شباص الشهداء التابعة لمركز دسوق، حول اكتشاف وفاة كل من نجلتها هدير وتبلغ من العمر 25 عاماً، ربة منزل، ونجلها يوسف ويبلغ من العمر 6 سنوات. لذلك وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المتوفاة الأولى ابنة صاحبة البلاغ بحمام المنزل وترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود آثار احمرار لحز حول الرقبة وآثار ناتجة عن نزع الحلق الذهبي من أذنيها. وجثة المتوفى الثاني طفلها بغرفة المعيشة يرتدي كامل ملابس وبه آثار احمرار لحز حول الرقبة. لذلك وعلى الفور كثفت الشرطة من جهودها لكشف لغز الجريمة، وتبين أن مرتكب الواقعة المدعو أحمد ويبلغ من العمر 42 عاما، فلاح ويقيم بعزبة البرنس التابعة للوحدة المحلية لقرية شباص الشهداء بمركز دسوق، وسبق اتهامه في قضيتين. لذلك ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابها الواقعة بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية. لذلك تمكن المتهم من الاستيلاء على المجغولات الذهبية التي كانت ترتديها الضحية، وهي عبارة عن حلق ذهبي ودبلة وخاتم، وعقب تنفيذها الجريمة تصرف فيها من خلال بيعها إلى محل الذهب بمدينة قرلين مقابل 12,000 جنيه. هكذا قتلت ونجلها غدرا. انتظروني في حلقة جديدة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.